مساء الخير. انا الحقيقه مكتئب جدا، وعندي مشكله بسيطه ان انا لما ببقى مكتئب ببقى ملام وانا مكتئب. في ناس بتزعل مني وانا مكتئب، مع ان انا المفروض طالما مكتئب يبقى يعني ادعي لي ابقى كويس. لكن فكر ان انت تزعل مني عشان لما ببقى مكتئب ببقى عايز ابقى لوحدي ومش بديك مساحه ان انت تبقى جنبي فتزود ده بان انت تبقى زعلان مني. يا غبي، يعني انا اصلا الدنيا مبهدلاني وانا مش كويس خالص، عشان كده قررت ابقى لوحدي تروح انت زعلان مني. ما بفهمش الحوار ده وعندي مشكله اكبر ان انا فعلا لما ببقى مكتئب بقرر ابقى لوحدي، لان لما ببقى مكتئب مفيش حاجه بترضيني. انت مهما قدمت لي انا مش موافق، مش حابب ومش صح وهقنعك. يعني في ناس مثلا لما انا ببقى مكتئب وبقعد اتكلم معاهم او بيقابلوني بيقول لك يا عم عادي والله، ويبسط الامور جدا يا ابني والله مفيش حاجه. ايه يا عم انت عبيط ولا ايه؟ لا في حاجه يا عم، ومش عادي على فكره. هو لما عادي يعني انا وشي شكله عامل كده ليه؟ ماشي يا خلقة ربنا، بس كنت ببتسم على الاقل بالوش ده، كنت بقدر ابتسم بيه، بقدر اندهش بيه، بقدر اتفاجئ بيه، بعمل حاجات كتير بيه. لكن انا ليه وشي عامل كده لما هو الموضوع عادي؟ فلا، هو مش عادي، وقدر ان انا متضايق وقدر مشكلتي فما بيعجبنيش. طب انت لو جيت عملت العكس وقلت لك انا عندي 1 2 3 واتخضيت عليا وعملت رياكشن وقلت لي طب هنعمل ايه، طب انا هنتصرف ازاي، طب ما ايه يا عم كل ده في ايه يا عم؟ اقول لك على حاجه يا عم، عادي اصلا ما تقلقنيش يا عم على نفسي، ما تحسسنيش ان انا وقعت، ما تحسسنيش ان انا خلاص ايامي في الدنيا معدوده او ان انا داخل اعمل عمليه بتر مثلا. ايه يا عم الاوفر ده؟ انا هبقى كويس. فبرضه شوف، رغم ان ده عكس ده فما عجبنيش، واللي في النص ما بيعجبنيش. لو انت ولا عملت ده احس انت مالكش كده طعم ولا اضفت حاجه ولا خدت مني حاجه ونزلتني على الفاضي فعشان كده والله انا بقول لك انا لازم ابقى لوحدي لما ببقى مكتئب، عشان هي مشاكلي. في مثلا موضوع ان انا اجي احكي لحد ان انا مكتئب يقول لي يا عم كلنا، والله العظيم كلنا. ايه كلنا دي؟ يعني ايه كلكم؟ ايه المكان ابن الرفضي اللي بتتقابلوا فيه كلكم تعيشوا نفس المشكله هناك ويتوزع عليكم نفس الازمات بالتساوي وتبقوا كلكم مبسوطين مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها يا عم. ولو كلنا، اقول لك على حاجه يا عم، كلنا بس انتوا قدرتوا تستحملوا او قادرين تعدوا المشكله دي، انا مش قادر يا جدعان. مش معنى كده ان انا مش راجل والله، بس يعني ربنا يزيدكم اكيد برضو انا خدت حاجه انتوا ما خدتوهاش. فعشان كده بقول لك مفيش اي شيء بيرضيني، يعني مهما انت عملت واجتهدت وتعبت مش هيرضيني. ده غير طبعا ان انت يعني في ناس برضو قابلتهم موجودين ان انت بتحكي، يعني هو بيقول لك احكي لي، انت بتبقاش قادر تتكلم خالص، مش قادر تتكلم، فبتيجي على نفسك بس عشان تطلع، فبتقول له فبيديك نصايح محتاجه مجهود ان انت تغير حياتك كلها وانت اصلا مش قادر تحكي، يعني الكلام مش قادر تتكلم. بيديك نصايح ان انت لازم تبدا حاجه جديده على النظافه، وان انت تلغي كل ده وكل الهبل اللي انت عشت فيه السنين دي ما يبقاش موجود، وكل حياتك انت وتلعب رياضه الصبح وتهتم شويه بمش عارف ايه وتعمل ايه وكاريرك وتشتغل بدل الشغلانه 3. يا ابن الغبيه انا مش قادر اتكلم، ازاي اعمل كل ده؟ فده نموذج موجود. وفي نموذج تاني اللي هم الحراميه، اللي هو انت بتيجي تقول له مشكله بيروح سارقها منك ورميها في حته ما مجهوله ويحكي لك بقى مشكله من عنده، يبدا يبيعها لك بقى. يعني هو بيضغط عليك عشان تتكلم، فتتكلم تحكي له مشكله يقول لك يا عم اسكت. ده انا اسكت ليه يا غبي؟ مش انت اللي اتحايلت عليا عشان اتكلم؟ مش انت قعدت تقول لي قول اللي جواك وطلع، ما ينفعش كده؟ فلما اتكلم تقول له اسكت؟ مش هسكت يا عم، ما كنت سبتني ساكت من الاول يا غبي. فبرضه ده مش راضيني. وفي شخصيات تانية زي ابويا مثلا، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه لنا بس ابويا مقتنع ان اي ازمه في حياتي هتعدي لو روقت اوضتي. ابويا هو شايف كده وما اقدرش اغلطه طبعا، يعني ما يقلع الجزمه ويديني بيها واسكت. بس هو دي قناعاته الشخصيه، ان انت اترفدت من الشغل روق اوضتك، في مشاكل مع اصحابك روق اوضتك، مقصر شويه تجاه مش عارف مين روق اوضتك، فاهم؟ والله العظيم 3 ده ابويا. والبنت اللي في حياتي هي يعني لما بعرض عليها ان انا مكتئب فبيبقى ردها ان شاء الله لما نتجوز او نبقى مع بعض مش هيبقى فيه كل ده. فانا بفتكر اصلا ان يا لهوي ده احنا لسه محتاجين نتجوز، ده احنا لسه محتاجين شقه وشبكه فبيزيد اكتئابي برضه. وهي عيني مش قصدها، هي في دماغها انها تساعد، بس هي فتحت دماغي
في حتة تانية ان لسه في جواز ولسه في قعدة واتقدم واتكسف واقعد احرك كده صوابعي واخبط على فخادي كده ومش عارف ابدأ منين، ولسه في دنيا سودة ولسه لسه بدري، وفي فرح وفي دايرة تملى حواليا فبرضه مش راضيني والله يا جماعة، ومش عشان انا انسان وحش، بس هو ده الطبيعي يا جماعة، ان مفيش حاجة تبقى راضياني وانا مكتئب، عشان وانا مكتئب ببقى غير متزن، فطبيعي ان انا رد فعلي ما يبقاش طبيعي. مش انا يعني اللي مأزم الامور والله، يعني هو ده العادي فعلا. ف... فعشان كده والله انا بقرر ابقى لوحدي، وبشكر كل الناس على كل مجهوداتها وكل محاولاتها البايظه العابسه، على كل اللي هم بيعملوه. بس والله يا جماعه انتوا ساعات بتزودوا اكتئابي، الموضوع بيزيد قوي مش بيقل. فانا بشكركم جدا، وان شاء الله باذن الله لما ابقى كويس هظهر تاني باذن الله. وشكرا جزيلا ليكوا جدا.